قد أقول لكم شيئا تتعجبون منه، والله إن أعداء دين الله يعرفون قيمة رمضان. أعداء دين الله الكفار يعرفون قيمة رمضان، ولهذا يجهد عدد منهم لوضع أمور ينفقون فيها أموالا طائلة لا لشيء إلا لحرمان المسلمين من خيرات رمضان وبركاته. وهم يرونهم كل سنة ويرون أحوالهم مع رمضان وإقبالهم على الله والطاعة والقرآن الذي به يعتز الإسلام وتعلو مكانته ويقوى شأنه وترتفع مهابته في القلوب والنفوس، فيعملون عملا واسعا في وضع أشياء تبعد عددا من المسلمين ليس بقليل عن خيرات رمضان وبركاته. إذا أدركت هذا الرمضان فلا تنتظر رمضان الآخر، قل لعله آخر رمضان في حياتي، حتى تجتهد النفس أكثر وأكثر وتغتنم هذا الرمضان الذي ربما لا تدرك غيره. رمضان مدرسة العمر، مدرسة لتربية الإنسان نفسه على طاعة الله، على عبادة الله، على الخيرات. ولهذا إذا وفق فعلا المرء لاغتنام رمضان يخرج من رمضان بالتقوى مستصحبا لها في حياته إلى أن يأتي رمضان الآخر، ثم يبدأ مغتنما خيرات رمضان وبركاته، يتهذب ويتربى ويتزود بزاد التقوى، فلا تزال الخيرات تتكرر عليه بتكرر رمضان.